الخليج. إذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، هذا محدثكم حسام اللوائي يحييكم، ومباراة مهمة، مباراة مرتقبة، مباراة فريق القوة الجوية وفريق أربيل السيامن. الفريق بقيادة المدرب غازي فهد. القوة الجوية يحاول منذ الدقائق الأولى ثنائي أو ثلاثي، محمد علي عبود ومحمد قاسم. جول! هو موجود، محمد قاسم كان حاسم في اللقطة الماضية، وهدف أول جميل للقوة الجوية. هدف أول، هدف جميل بهدف. هنا المحاولة القوة الجوية، هنا المطالبة بركلة جزاء. أي أحداث، أي سيناريو غير متوقع في هذا اللقاء. في الدقيقة 7 من اللقاء القوة الجوية متقدم بهدف، والآن حمادي يقترب، حمادي ينفذ، أحمد حمادي. جول ثاني لحمادي. حمادي ينجح بتسجيل هدف ثاني لمصلحة فريق القوة الجوية. أي سيناريو، أي أداء، أي هجوم، أي روح معنوية عالية لفريق القوة الجوية في بداية هذا اللقاء. وحمادي انطلق إلى محمد محسن، كرة خطر الآن. أربيل يحاول تقليص الفارق. أربيل قوية، لكن التسديدة كانت كيمي وقيادة المباراة. هنا المحاولة، الكرة تعلو العارضة، وكانت قريبة، وكان الماضية على مستوى الدوري العراقي. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة لمصلحة أربيل. يحاول أربيل أن ينهي الشوط الأول بتسجيل هدف، لكن تسديدة بعيدة. صلاح، محمد قاسم، هدف ثالث. إبراهيم خطرة الثالث، لكن ضيعها. محمد قاسم مختفي في الشوط الأول أو مختفي في الشوط الثاني. يظهر محمد قاسم، يا عيني يا محمد قاسم، لكن النهايات لم تكن كالبدايات. محمد قاسم لم يحقق الانتصار. حسين جبار لتأكيد الانتصار. حسين جبار إلى محمد علي عبود، إلى موغالو. تمريرات القوة الجوية لحسم اللقاء، لضمان النقاط، لكن تسديدة عالية وبعيدة. يحاول راوة يوسف، المهارة، الكرة. أربيل لتقليص الفارق، لكن الكرة تصل. المحاولة إبراهيم بايش يحاول يمر، بالفعل مر. العرضية، المحاولة، القوة الجوية، هدف ثالث، لكن الكرة تصل بهيردي سيامن. محمد قاسم، موغالو، لكن الكرة إلى الخارج. ركنية هوليرية، برونو، الكرة تعود مصلحة فريق أربيل. تسديدة إلى الخارج. أربيل العرضية تبعد من المعروفي. محاولة أخيرة، أحمد مكنزي، محاولة أخيرة في هذا اللقاء. أحمد مكنزي يحاول التسديد، الكرة، هدف في الزفير الأخير من اللقاء عن طريق اللاعب والمدافع أحمد مكنزي. هدف أول، هدف تقليص الفارق في وقت متأخر جدا لفريق أربيل عن طريق اللاعب أحمد مكنزي. سجل في مرمى الشرطة، والآن ينجح بالتسجيل في مرمى القوة الجوية، لكن خلص الأمور محسومة ومنتهية، والفوز إذا هنا وفي هذه اللقطة الجميلة، لقطة الهدف الأول، هدف تقليص الفارق لمصلحة أربيل، لكن هذا الهدف لا يسعف أربيل بتحقيق نتيجة طيبة. إذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، تأتي صافرة الحكم أحمد كاظم لينتهي اللقاء بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد. فوز وانتصار لمصالحة الجماهير ولتستمر معاناة أربيل هذا الموسم.